كلنا عندنا أحلام عايزين نحققها، بس مستنيين الوقت المناسب اللي هنبدأ فيه، وتعدي سنة و2 و3 وأول ما تيجي سيرة الحاجة اللي كنا عايزين نبدأ فيها دي نبدأ نفرح ونكون مبسوطين والفرحة هتنط من عينينا، وأول ما تفتكر إنك ما عملتهاش بعد السنين دي كلها تبدأ تزعل وتحزن، والفرحة اللي كانت من شوية فرحة ما بقتش فرحة خالص. والفيديوز اللي أنا باعملها دي من 2019 وأنا عايز أعملها، فضلت أجل وأجل وأجل والحياة شغلتني، وكنت قلت السبب في فيديو قبل كده. والمهم كلنا بنستنى الوقت المناسب. هو في وقت مناسب؟ هو ولا في نفس الوقت، وهوضح الكلام ده في فيديوز بعدين. بس لحد دلوقتي هقول لك ان مفيش وقت مناسب ولا ظروف مناسبه اننا نبدا، ولازم نتعلم ان اللي ممكن تعمله دلوقتي مش هتعرف تعمله بعدين، والوقت اللي قدامنا ده هديه من ربنا لازم نستغلها صح، وهو غالي لان اليوم اللي بيعدي عمره ما هيرجع تاني. واكتر حد حاسس بالموضوع ده انا لسه داخل الجيش كمان 5 ايام، فحرفيا بعد الثواني اللي بتعدي مش اليوم. احنا دايما بندور على الطريق الاقصر والاسهل، ونفضل دايما في منطقه الراحه، وصوتنا الداخلي الشرير اللي هو اسمه ذا انر. بالمناسبة هبقى أعمل عنه فيديو. صوتنا ده بقى كل ما بيلاقي الطريق طويل بيفضل يخليك تكسل ويقنعك إنك مش هتقدر عشان هو يرتاح، وممكن أنت تدور على أضرار الصوت ده لحد ما أنزل لك الحلقة. وإحنا كبشر عاطفيين جدا، يعني بنمشي بعواطفنا، فأول ما نسمع الصوت ده لازم ناخد موقف. أنا دايما كنت بشوف إن الموضوع طويل ولازم ياخد سنين، وإن أنا عمري ما هقدر إن أنا أوصل للحاجة اللي أنا عايزها، عشان بس هو عقلي كان دايما بيرسم لي الموضوع ده. مثلا عايز أبقى يوتيوبر مشهور محبوب من الكل زي مثلا أحمد أبو زيد، فهو عنده 8 مليون، فهو بقى له اكتر من 10 سنين. فهل انا بقى هقدر اقنع نفسي ان انا اشتغل ال10 سنين دولت عشان اوصل اللي هو وصل له؟ فعقلي وقتها يقنعني اللي هو انت فين يا ابني، وحلمك فين، وهدفك فين؟ فاقعد بالله عليك وما تتعبنيش معاك ولا تتعب نفسك. ونفس الوقت اللي عقلنا بيقنعنا ان احنا مش هنوصل لحلمنا لازم نصد ونقنع نفسنا ان مفيش كتاب اتكتب في يوم وليله. المهم انك تستمر على الموضوع ده. لما بنشوف حد ناجح ومحبوب وسط الناس انا عايز ابقى زي الشخص ده، احنا بنغفل عن البروسيس اللي هو مشي فيها دي كلها. لا انا عايز النتيجه بس، مش عايز التعب والبهدله اللي هو بهدلها. وصدقني انت عمرك ما هتبقى مستعد ولا هيجي وقت تقول انا خلاص بقى انا هبدا دلوقتي. انا مثلا يا عم قدامك اهوت بضرب المثال على نفسي، جبت فون فعايز كاميرا، جبت كاميرا فعايز اضاءه، جبت اضاءه فعايز مايك، جبت مايك، عايز بعد الكاميرا عدسات للكاميرا، وهكذا. وعايز بقى حاجات كتير، وعايز. فدايما كنت بحط نفسي في خانه اللي هو ما ينفعش يتحط فيها اصلا. فحلك الوحيد انك تبدا كل يوم بحاجه صغيره. زي مثلا انا كعمر دلوقتي مش امكانياتي ان انا اجيب كاميرا حلوه، لا انا اروح اتعلم مونتاج. بره المونتاج اروح اتعلم ازاي اكتب سكريبت اصلا. حاجات كلها هتوصلني للحلم النهائي ليا، اطلع كواليتي حلوه بكاميرا، بموبايل، بسوفت بوكس انا عامله بكرتونه، اطلع فيديو حلو، اتعلم تدريج الالوان. وبالتدريج كده مع نفسك خطوه خطوه واحده واحده على حسب انت هتقدر تعمل ايه دلوقتي. ودايما هتكون في صراع مع صوتك الداخلي اللي هو الوحش ده اللي هو دايما بيشدك لتحت. فيا صاحبي احنا مخلوقين عشان نتطور ونتغير. عشان كده انا سميت السلسله دي اللي هي شراره التغيير او خطوه للتغيير. لسه مش مستقر على اسم. ودايما نركز على صوتنا اللي بيقول لنا قوم اتحرك، قوم اشتغل، قوم اعمل حاجه، بدل ما نركز على صوتنا التاني اللي هو الشرير. دلوقتي انا ما بشتغل دلوقتي بفضل بحن للماضي واقول ده مش انا ما كنتش كده، انا ما كنت بخرج، كنت بروح مع اصحابي، بروح واجي واعمل اللي انا عايزه. انا الجيش بتاعي كمان 5 6 ايام حرفيا، ودلوقتي قاعد بشتغل وبصور. اللي هو انا ما بقتش زي الاول، او انا اتغيرت شويتين 3 4. فقشطه انا مبسوط بالتغيير ده. ما بقيتش اسمع لصوتي الداخلي اكتر، وبقيت احط الصوت اللي انا عايزه. ودايما هيكون جواك صوتين، اللي هو الصوت الاولاني صوت بيقول لك انك زي اصحابك وكمل يا ابني حياتك وبلاش التعب والفرهده اللي انت عمال تحط نفسك فيها دي، انت لسه صغير. وصوت تاني بيقول لك هات اخرك وانت هتقدر توصل، والكلام الجميل قوي ده. نرجع للصوت الاولاني اللي بيقول لك يا ابني ارجع بقى للي انت كنت فيه، خروجات الصحاب والله ما هتتعوض، انت في سن ما ينفعش تضيع منه وقت. وصوت تاني بيقول لا ممكن نوصل. وعشان اتخطى الموضوع ده لازم اقف وقفه مع نفسي، واقعد كده مع حالي في اوضه وامسك ورقه وقلم واكتب انا عايز ابقى ايه، او افكر مش مجرد كتابه كمان. افكر انا لو عملت كذا وسمعت الصوت الاولاني اللي بيقول لي خليك قاعد زي ما انت، بعد شويه سنين يعني هوصل لايه. وابدا اركز في التاني برضو واقول انا لو عملت الحاجات اللي انا عايز اعملها دي هوصل لايه في الاخر، وايه النتيجه، وهل انهي كفه الاحسن. هقدر وقتها اقرر ان انا عايز ابقى ايه. ولو اخترت الجانب الوحش هفضل دايما مع اصحابي، هروح واجي، خروجات، مصاريف. ولو بقى اخترت الجانب التاني اللي هو الحلو، وقتها بقى انت هتحط نفسك في كوميونتي ناجح، هتحاول تتحوط بناس نفس رغباتك، وليكن كلهم عايزين ينجحوا. مش شرط انا كلهم عايزين يبقوا رسامين مثلا،
مش كلهم عايزين يبقوا يوتيوبر، مش كلهم عايزين يبقوا صناع محتوى. تتعرف على ناس وتبقى في كوميونتي كلهم عايزين ينجحوا مهما اختلفت الطرق بقى، بس كلهم بيسعوا انهم ينجحوا. عشان لو حطيت نفسك في وسط دايره كلهم واقفين هتحس ان انت دايما اللي عمال تعافر، ومع الوقت هيشدوك. فانت محتاج تعرف ايه الطريق اللي هيرجعك تاني لنقطه الصفر اللي انت كنت فيها وتحاول تقطعه. فانت محتاج تحط بلان كده واضحه، تعرف ان ايه الحفر اللي موقعاك وتبدا تتجنبها. فمثلا انا بعمل حاجه معينه ما ببقى لوحدي، احاول على قد ما اقدر ما اقعدش لوحدي. خروجه معينه مع ناس اغنياء جدا بيحسوني ان انا شخص اقل منهم، ما اخرجش معاهم تاني. لما تيجي تبص على نفسك بعد كام سنه بعد اختياراتك دي وتقول انا سعيد جدا وفرحان جدا ان انا اخترت صح، وسعيد في الطريق ده وفرحان انك اخترت صح. وفي الاخر بقى اجاوبك على السؤال اللي انا قلته لك في اول الحلقه، انا لو فشلت ايه اللي هيحصل؟ هل كده خسرت كل فلوسي ووقتي؟ يا ترى الناس هتقول عليا ايه لو فشلت؟ يا ترى انا غبي ولا فاشل؟ هاجي بقى كده واقول لك ايه اللي هيحصل لو فشلت. هاجي اقول لك بقى انا لو فشلت الموضوع ايزي خالص كمان، واخد وقتي ان انا افهم انا ليه فشلت، هتعلم من غلطي وهبدا تاني. ولو مت بقى وقتها انا حاولت ان انا اوصل، مش انا كنت نفسي احاول ان انا اوصل. وهقول لك في الحلقات الجايه عن شويه تجارب ازاي فشلت فيها وتعلمت منها ايه. ودي كانت الحلقه الثالثه من سلسله شراره التغيير او خطوه للتغيير. ما تنساش تحط ريت عالي لو انت على سبوتيفاي، ولو على اليوتيوب اشترك في القناه. وما تنساش تكتب في كومنت انت مستني ايه.